صلي على النبي يا ستي البنات انت وهي في الكومنتات، وتعالي نعمل حاجة حلوة نحلي بيها بقنا. يلي ربنا يحلي ايامك وسنينك كلها. ده ايه يا زوزو دوت؟ ده جلاش عملناه بطريقة حلوة جدا. لو حبيتي تحطي عليه لبن تاكليه زي الفطير بتاع الراجل بالظبط، بس عملناه بالجلاش. حاجة كده اللهم بارك في منتهى الجمال، وسهل وبسيط ومكوناته مش صعبة خالص. يلا شوفي الطريقة واتفرجي على الفيديو معايا للآخر علشان تشوفي التجربة اللي أنا عملتها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا حلة هنا اهو يا جماعة، هحط فيها كوبايتين لبن. ادي أول كوباية، وهحط الكوباية التانية كده اهو. وبعد كده يا زوزو هتعملي ايه؟ خليكي معايا للفيديو يا قلبي زوزو للآخر بالله عليكي، وانت هتتفرجي هنعمل عظمة. حطينا أول معلقة نشا، وهحط المعلقة التانية، وده كله على البارد يا جماعه. انا مش هرفعه على النار الا لما ادوب كل دوت. معلقتين ونص كده نشا ودوبي. عايزه انا بحب السمك يبقى لين كده، ما يبقاش تخين قوي. عايزه تخنيها شويه حطي 3 معالق نشا براحتك خالص، دي حريتك الشخصيه اللي انت بتعمليها. طيب كمان هتعملي ايه يا زوزو؟ بصي يا قلب زوزو، انا بحب اخليها محليه كده. هحط معلقه سكر، وادي التانية هنا اهو. يا رب يحلي ايامكم كلها ان شاء الله بالهنا والسعاده يا رب. ودوبي بقى السكر مع النشا مع اللبن كده اهو. وعشان نشم الروايح والفحفحه هنحط ايه يا زوزو؟ تحطي يا قلب زوزو شعرة فانيليا بقى كده اهو، علشان تشمي. وهي اهو ادي شعرة فانيليا صغننه كده اهو. وقلبي وارفعيها على النار يا ست البنات، علشان تديكي القوام التقيل شويه، اللي هي المهلبيه او القشطه الكدابه اللي هنعمل بيها اهو. بصوا تقلت بقى هنا، ولما بتسيبيها تبرد بتتقل شويه. تعالوا بقى هنا اهو يا ستي البنات، معايا حته قشطه هرميها على القشطه الكدابه ديت عشان تودي طعمها في مكان تاني. ودهني اول جلاشتين بالسمنه كده اهو. وبعد كده هتعملي ايه يا زوزو؟ هجيب بقى القشطه الكدابه بتاعتي واحط في النص كده اهو يا ستي البنات. انا بصراحه عملت 3 ورقات علشان يبقى مورق وجميل كده اهو اهو. واعملي كده اهو، نعملها زي الظرف بالظبط اهو. اخد بس بقيه الايه، الورقه التالتة اهي. ادي اهو، ادي اول ورقه اهو. ورصيها بقى في الصينيه كده اهو. اعمل معاكم واحده تاني. بالله عليكي ما تنسيني باللايك والشير، ولو جديده معانا في القناه فعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من زوزو يا قلبي زوزو. وهنا برضو هعمل ايه؟ بسقيها بحبه لبن وتسقيها بالايه، بالسمنه. وتروحي برضو حاطه القشطه الكدابه بتاعتنا كده اهو اللي احنا عملناها. كان طعمها تحفه يا جماعه، والقشطه دي بتوديها في مكان تاني. لما بتطلبها بالراجل بتقول له مثلا عايزاها محشيه بالمهلبيه بالبسبوسه، دي بتبقى خفيفه وفي منتهى الجمال. وادي الظرف التانيين اهو. بعد كده يا قمرين انت وهي هروح رصاها في الصاج بتاعي، وتدهني وشها كلها سمنه، وتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180، وعينك معاه لان الجلاش ما بياخدش وقت في قلب الفرن يا جماعه. وتطلعيها بقى. عايزه ترشي عليها سكر بودره رشي، عايزه تحليها بعسل حلي، عايزه تحطيها في لبن وسكر بودره زي ما بنجيبها من الراجل. المهم هتبقى حكايه وروايه، وطعمها كان تحفه وحلينا بقنا. ربنا يحلي ايامكم كلها اهو. ودي الشكل النهائي يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. بجد حاجه تستاهل التجربه في منتهى الجمال، سهله وبسيطه وما فيهاش افتكاسات. وكنت بعملها الساعه 2 بالليل لاولادي، كانوا عايزين ياكلوا فطير بسكر، قلت لهم انا هعمل لكم حاجه حلوه. وده شبيه للفطير بالسكر بالظبط. رشي بقى سكر، حطي عليها عسل براحتك انت خالص، دي حريتك الشخصيه اللي انت بتعمليها. يلا يا ست البنات لايك وشير للفيديو، ولو جديده معانا في الكومنتات فعلي زر الجرس، واترككم في رعايه الله وامانه.